بسم الله الرحمن الرحيم. الناس كلها بتسأل ايه اللي بيحصل في الزمالك. ليه الاهلي متفوق في الفترة الحالية والزمالك في تدهور او الفريق مش في مستواه، والشكل مش كويس في نادي الزمالك، نتائج سلبية، الاداء وحش في نادي الزمالك الفترة اللي فاتت الاداء الفريق حتى مش فعال وفي نتائج سلبية. هنعمل مقارنة كده ما بين الزمالك والاهلي في اخر سنتين. فاكرين مباراة نهائي افريقيا ما بين الاهلي والزمالك كانت في 2021، اللي هي نهائي القرن اللي الاهلي كسب فيه 2-1 بهدف قفشه. هنعمل مقارنة ما بين تشكيلة الزمالك في المباراة دي وتشكيلة الاهلي، وهتتفاجئوا بحاجة غريبة جدا. هتلاقي ان النادي الاهلي في استقرار كبير جدا وتشكيلته ثابته لغايه دلوقتي، ونادي الزمالك الفرقه كلها مشيت. الفرقه هتلاقي لعيب او اتنين من ال11 اللي كانوا لعبوا مع الزمالك امام الاهلي في نهائي افريقيا. طبعا في اسباب كتير غير دي، بس دي اهم نقطه، ان في استقرار فني وفي ثبات في تشكيله النادي الاهلي على مدار سنتين ثلاثه، والزمالك الفرقه كلها مشيت، كل الفريق مشي. يعني خلينا كده نفتكر مع بعض، انا كاتب التشكيل الفريقين. هبدا بالاهلي، تشكيلته في مباراه نهائي افريقيا ما بين الزمالك والاهلي، عشان تعرفوا بس الاسباب اللي الزمالك الفرقه يعني بعدت جدا. الاهلي كان حارس المرمى ساعتها، انا بكلمكم على نهائي افريقيا ما بين الزمالك والاهلي اللي الاهلي كسب فيه 2-1 بهدف محمد قفشه. الاهلي محمد الشناوي حارس المرمى، علي معلول ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين، في قلب الدفاع ياسر ابراهيم وايمن اشرف. هو تشكيله الاهلي، ما عدا بس ان ايمن اشرف ما بيلعبش في الفتره الحاليه مع النادي الاهلي، بس موجود في قائمه الاهلي. في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه. الخط الهجومي قفشه وحسين الشحات وجونيور اجاييه ومروان محسن. يعني في اتنين لعيبه مشوا من النادي الاهلي، جونيور اجاييه ومروان محسن. والاهلي جاب محمد شريف وجاب احمد عبد القادر وجاب طاهر محمد طاهر، يعني عمل اضافات. بس 80% من تشكيله النادي الاهلي في نهائي افريقيا ما بين الاهلي والزمالك تشكيله ثابته. هو اللي الاهلي كان بيلعب فيها لسه مع فلامينجو، بيلعب فيها مع ريال مدريد، هي ما عدا اتنين لعيبه بس متغيرين او مش موجودين دلوقتي، مروان محسن وجونيور راجيه، ودخل مكانهم محمد شريف واحمد عبد القادر. وبقيه اللعيبه هي بحارس المرمى، بالدفاع، بنص الملعب، هي. بصوا بقى تشكيله الزمالك في نهائي افريقيا ما بين الاهلي والزمالك، نهائي دوري ابطال افريقيا ساعتها. يعني محمد ابو جبل في حراسه المرمى، اسلام جابر ظهير ايسر، محمد عبد الغني ومحمود علاء في قلب الدفاع، احمد عيد ظهير ايمن. المتبقي الوحيد من الدفاع وحارس المرمى في فريق نادي الزمالك في الفتره الحاليه محمد عبد الغني. نص الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي. في خط الهجوم اشرف بن شرقي، شيكابالا، احمد سيد زيزو، مصطفى محمد. المتبقي مين في نادي الزمالك؟ شيكابالا واحمد سيد زيزو، والباقي كله مش. يعني ال11 اللي لعبوا مع الزمالك امام الاهلي في نهائي افريقيا، الثمانيه منهم مشوا، ثلاثه بس المتبقيين. محمد عبد الغني كان في خط الدفاع، نص الملعب كله متغير، والخط الهجومي كان احمد سيد زيزو والشيكابالا، دول اللي باقيين لغايه دلوقتي. يعني ثلاثه بس من تشكيله الزمالك امام الاهلي من سنتين في نهائي دوري ابطال افريقيا هم اللي باقيين. فعشان كده طارق حامد مشي، فرجاني ساسي مشي، محمود علاء مشي، حتى حارس المرمى محمد ابو جبل مشي، اسلام جابر مشي، محمود حمدي الونش مصاب، امام عاشور مشي، كل اللعيبه، مصطفى محمد المهاجم مشي، مصطفى فتحي حتى اللي كان موجود السنه اللي فاتت او اللي قبليها مشي. فما فيش ثبات خالص في تشكيله الزمالك. فرقه الزمالك اللي كانت بتاخد الدوري وبتاخد الكاس السنتين اللي فاتوا واللي وصلت لنهائي افريقيا اتدمرت، اتفككت، كله مشي. الاهلي هو التشكيل من 3 سنين،
وكمان في اضافات وتطوير زي ما قلت لكم، زي احمد عبد القادر، زي محمد شريف، زي محمد طاهر. لكن هو اداء النادي، هو تشكيله النادي الاهلي. دي نقطه مهمه جدا، ان الاهلي تشكيلته ثابته في تجانس حتى مع اختلاف المدربين. يعني النادي الاهلي كان ماسك موسيماني، وبعدين مشي موسيماني بعد ما كسب 2 افريقيا، وجه راجل اللي هو ريكاردو سواريش فتره صغيره جدا ما نجحش مع النادي الاهلي. الاهلي راح مغير على طول وجاب كولر مدير الفني السويسري. الزمالك غير 500 مدرب الفتره اللي فاتت، بدايه من كارتيرون، مرورا بفيريرا، مرورا بأسامة نبيه، مرورا باسماء كتيره جدا جت خلال الفتره، حتى ما فيش ثبات على مستوى الفكر بالنسبه لنادي الزمالك. يعني في تغييرات مدربين كتير. فرقه الزمالك كلها الفرقه القويه اللي هي مفروض كانت وصلت لنهائي دوري ابطال افريقيا كلها مشيت. فعشان تعرفوا بس الفرق ما بين الزمالك والاهلي، يعني الزمالك فرقه جديده، والكواليتي او الجوده بتاعت اللعيبه اللي الزمالك جابها مش زي اللعيبه اللي قبل كده، مش زي مصطفى محمد، مش زي فرجاني ساسي، مش زي اشرف بن شرقي، مش زي حتى محمود علاء اللي تألق السنه دي مع الاتحاد السكندري، مش زي لعيبه كتير، مش زي طارق حامد، مش زي كل اللعيبه دي مشيت من الزمالك متألقه في حتت تانية. مصطفى محمد مكسر الدنيا في نانت الفرنسي، طارق حامد مكسر الدنيا في اتحاد جده السعودي، فرجاني الساسي مكسر الدنيا مع منتخب تونس ومع نادي الدحيل القطري، مصطفى فتحي مكسر الدنيا مع بيراميدز وكان التعاون السعودي. فكل لعيبه الزمالك مشيت، وبالتالي الفرقه اللي بتلعب دلوقتي فرقه جديده. بالاضافه بقى ان في عناصر، ان في ازمه ماليه في نادي الزمالك، موضوع اسامه نبيه وفيريرا، والاثنين في تداخل في شغلهم وفي خلافات، فالدنيا مش ماشيه. لكن السبب الرئيسي ان النادي الاهلي متفوق، وحتى في كاس العالم للانديه ظهر بشكل كويس جدا وقدر ياخد مركز رابع، ان فرقته ثابته، تشكيله ثابت. بالعكس ان كل سنه الاهلي بيعمل تطوير في 2-3 زي ما قلت لكم، زي ما شفنا. ده السبب. اداره النادي الاهلي كمان مستقره، الاهلي بيفكروا كويس، بيعرفوا يشتروا لعيبه. الزمالك مع احترامي الناس اللي بتشتري اللعيبه مش فاهمه اللعيب بيلعب في مركز ايه، الكواليتي بتاعه عامل ازاي. لعيبه الزمالك حتى الاجانب، الزمالك ما اشتراش اجانب بشكل مميز جدا الفترات اللي فاتت. شفنا طبعا زكريا الوردي، وشفنا سامسون ايكينولا، شفنا تخبط كبير جدا في نادي الزمالك. عشان كده حاله الزمالك وصلت للي احنا شفناه خلال الفتره الاخيره، سواء في الدوري او حتى في بطوله افريقيا والخساره من شباب بلوزداد الجزائري في اول مباراه. فده سبب من الاسباب الفنيه المهمه جدا ان الاهلي تشكيلته ثابته بقى لها 3-4 سنين، مستقرين، بيتعاقدوا مع مدربين مميزين جدا. حتى لو واحد زي ريكاردو سواريش ما نجحش، على طول مشي وجي مكانه مارسيل كولر المدرب السويسري. الزمالك العكس تماما، مفيش استقرار خالص، كل العناصر المميزه مشيت زي ما وريتكم دلوقتي. خلال 2-3 اللي فاتوا فرقه الزمالك اتغيرت بالكامل. حتى اخر حاجه كان امام عاشور مشي، اشرف بن شرقي، بقى فريق نادي الزمالك اضعف، كل فتره اضعف، واللعيبه اللي بتيجي بتبقى اقل في المستوى من اللعيبه اللي مشيت، وبالتالي الزمالك في حاله صعبه جدا. اتمنى بس طبعا خلاص مفيش انتقالات، يعني خلاص هو الفريق هيكمل بكده. اتمنى بس يبقى في مدرب ثابت لنادي الزمالك اللي هو كابتن اسامه نبيه. ورغم ان في مشاكل كتيره حصلت النهارده وامبارح ما بين اداره الزمالك وما بين اسامه نبيه، واصبحت المعلومات اللي عندي ان هيحصل تغيير كبير في الجهاز الفني، احتمال الجهاز الفني كله يمشي لنادي الزمالك خلال الفتره القريبه اللي جايه بعد مباراه سموحه، لغايه ما نشوف الزمالك هيعمل ايه امام سموحه في بطوله الدوري المصري. دي اسباب تفوق الاهلي على الزمالك خلال الفترة الحالية. والاهلي لما بيشتري لعيبة وبيشتغل على المستقبل وبيخطط زي ما جاب خالد عبد الفتاح، وزي ما جاب مروان عطية، وزي ما جاب شادي حسين، بيطور في اداء فرقته دون المساس بالقوام الرئيسي لفريق النادي الاهلي اللي مستقر بشكل كبير جدا. عشان كده في تجانس وفي نجاحات لفريق النادي الاهلي.